السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وسعادة بإذن الله. فيديو النهاردة عن حاجات ميني سايز وحاجات تريفل سايز. حبيت اتكلم عنهم او حبيت ان انا اوريكم حجمهم قد ايه كيوت قوي، وقد ايه مناسبين للشنطة، وقد ايه مناسبين للسفر. لو انتوا معاكم شنطة صغيرة وعايزين تحطوا حاجات ميك اب معاكم، او معاكم شنطة ميك اب صغيرة وعايزين تحطوا كام حاجة معاكم، في حاجات كتيرة قوي 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 ميني سايز، وكمان فيها حلوة، يعني كمية حلوة، فهتنفع معاكم يعني. فقبل ما اتكلم عنه، اللي لسه ما اشتركش في القناة يدوس على زر الاشتراك اللي تحت ويعمل سبسكرايب ويفعل الجرس اللي جنبه عشان كل فيديو انزله يجيلكوا على طول. اول حاجة هنخلي كده البتاعة دي كده. اول حاجة هتكلم عنها يا جماعة اللي هم دول، انا اتكلمت قبل كده عنهم. ده عبارة عن من كوزريكس، ده عبارة عن كلينسر او جيل كلينسر، وده عبارة عن اللوشن. ده طبعا اللي هما الميني سايز بتاعهم او التريفل سايز هو 20 ملي، بس اعتقد ده الميني سايز بتاعهم. ده للسفر، للرحلات، للخروجه مثلا الخروجه مثلا دي مثلا يعني كام يوم كده معاكي، يعني حاجة كده بسيطة كده، كام يوم يعني ما يزيدش عن اسبوع مثلا، هيقضي معاك الغرض وهيكفي معاكي، لان هو حبة بسيطة بس صغيرة هتكفي معاكي كمية يعني حلوة. كمان في من كوزريكس اللي هو التونر ده، انا اتكلمت عنه قبل كده برضو. التونر في كذا تونر معايا صغير، دول مخليهم الصراحة للسفر اللي هو يومين 3 وكده، بس الحاجات الكبيرة مخليها للسفريات الكبيرة. فده بالنسبة لي كان اختراع للشنطة طبعا، وما ياخدش مساحة يا جماعة في شنطة الميك اب. حتى لو انت خدتي كمية كبيرة مش هياخد معاكي برضو مساحة. بعدين هنتكلم على اللي هم ايه يا ربي، اللي هم دول عبارة عن بنفيت. كنت جايباهم من بنفيت. ده كريم عين وده كريم وش. عايزه اقول لكم حلوين قوي قوي قوي، بيرطبوا البشره حلو جدا جدا جدا. فانا بالنسبه لي كانوا حلوين، وخليهم للرحلات برضو والسفر، سفريه كده، خروجه كام يوم كده بس. فبالنسبه لي كان حلوين، وكان حجمهم كيوت، وكمان حبة بسيطة منهم بتكفي يعني، ما بتحتاجيش تاخدي منه كمية كبيرة. طبعا يا جماعة قبل ما اكمل الفيديو، محدش اسألني على الاسعار، لان الحاجات دي جايباها من فترة، من السنة اللي فاتت او اوائل السنة اللي فاتت، فطبعا مستحيل ان انا افتكر اي اسعار، فصعب الصراحة. ده كمان من سام ايه، من سون جون. ده عبارة عن تونر، وده عبارة عن لوشن او موسترايزنج لوشن. ده برضو الميني سايز بتاعهم كان كام ملي، كام ملي، مش مكتوب كام ملي الصراحة، بس هو من اتيتيود هاوس. فبالنسبة لي برضو كان حلو، ولو انت عايز تاخدي حاجة للشنطة صغيرة معاكي تاخديها، فبالنسبة لي كان حلوين جدا. كمان من نفس الماركة دي كان في برضو منها اللي هو ده انتنسيف كريم، فكان صغنون برضو، كان حجمه صغنون قوي، فبالنسبة لي كان حلو برضو. حجمه كام يا ربي؟ مش باين احجام. 7 ملي، 7 ملي، دي حاجة صغنونة جدا. كمان من كلينيك الجل. ده كان سامبل، مش سامبل، الميني سايز بتاعهم. ده كان 1.5 أو 15 ملي، كان 15 ملي. طبعا ده في منه الكبير الجل برضو. الجل ده او الجيلي ده بيليق، مش بيليق، هو بيمشي مع كل البشرات، جافة، دهنية، عادية، مختلطة، حساسة، مع كله. فده مش لحاجة معينة، ده لجميع انواع البشرة. في منه كبير، وفي منه اللي هو ده، وفي منه حجم تاني اكبر من ده. تمام، فده اللي هو الحجم الصغير. كمان اللي هو ده ده اللي هو كلينسر بالم. كلينسر بالم دي انا برضو مخليها للسفرية، دي جديدة لسه، بس انا عامة كلينسر بالم دي انا الصراحة شفتها على اليوتيوب ان هي مفيدة للناس اللي هي بتحط ميك اب تقيل. لكن الناس بتحط ميك اب خفيف، او الناس بتحطش ميك اب عامة، تحط بس صن بلوك مرطب،
فمش هتنفع معاها. فانا طبعا مخلياها للحاجات اللي هي التقيله، لان انا عامه ما بحطش ميك اب كتير. كمان في الباودر دي من بيكا، عايزه اقول لكم رهيبه رهيبه رهيبه. طبعا باقي حبه صغننين جدا، بس معايا واحده تانية كنت جايباها برضو، وفي واحده خلصتها، فعايزه اقول لكم حلوه قوي قوي. كمان من بنفيت دول اللي هم الكونتور، حلوين جدا وحجمهم صغنون، وكمان بيمشوا مع كل البشرات، سواء قمحويه سواء سمراء سواء بيضاء، مش مع كله. فده بالنسبه لي كان حلو، احجامهم صغنونه وكيوت. كمان في من تورت، ده البلاشر رهيب رهيب رهيب. فعايزه اقول لكم درجته حلوه قوي، بتمشي مع كل البشرات، فانا بالنسبه لي كان حلو جدا، وحجمه كمان كيوت قوي، فاختراع الصراحه. ده كمان اللي هو المفروض ان هو يكون اي شادو، بس صغنون. ده كنت جايباه ليا فتره كبيره صراحه من ذا بالم، فكان حلو برضو، وحجمه صغنون، وهيمشي معاكي وهيمشي مع كل البشرات، وحلو كمان في السهرات، او حلو لو انتي حطيتيه حبه بسيطه. بصوا اصلا لونه روعه، شايفين لونه الصراحه حلو. وفي كمان اللي هو ماجنتيك، بصوا، فكان حلو الصراحه. كمان في اللي هو اسمها ايه دي، اللي هي هايلايتر اهي. هايلايتر بتاعه حلو قوي قوي قوي. في ناس بتحط الهايلايتر بالنهار، بس انا محبش احطه بالنهار الصراحه، هو بالليل بس، وفي الخروجات يعني كده يعني، فاهمين. ده من فين ده من ذا بالم برضو، جايباه هو وده من فتره كبيره الصراحه، فمش فاكره الصراحه بكام يعني. ده كمان من تو فيس، ده كان جايلي كادو من فتره برضو. ده عباره عن زي الكونتور، او بستخدمه للاي برو صراحه، للحواجب، فكان بالنسبه لي كان حلو، وحلو كمان للاي شادو، فبالنسبه لي كان اختراع يعني، حلو لكذا حاجه. كمان ده اللي هو من شي ان، اللي هو المبرد، فاختراع حلو قوي وكيوت وصغنون، فبالنسبه لي كيوت قوي وحلو الصراحه، سايباه برضو للسفر. كمان في اللي هو ده من شيسيدو، ده نايت كريم، حجمه حلو، حجمه كام ملي، حجمه 10 ملي، كميته حلوه، بصوا، وكمان ما بتاخديش منه حبه كبيره يعني، فاهمين. فده كمان معايا واحد تاني بستخدمه، وده التاني. ده كمان من استي لودر، ده كريم عين حلو قوي قوي قوي، ومعايا كمان الكريم مرطب بتاعه، بس انا ما جبتهوش عشان خاطر احنا بنعمل حاجات الميني سايز، فبالنسبه لي كان حلو جدا 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 الصراحه. ده كمان من تاتاكيو، ده كريم مرطب، بس حجمه صغنون، حجمه 5 ملي، في حبه بسيطه، وكمان انا اصلا واكله منه يعني على وشي، فبالنسبه لي ده حجمه صغنون يعني، مش فاكره برضو بكام. في كمان اللي هم دول من ميلك، ده اللي هو برايمر، بستخدمه برضو لشفايفي، حلو جدا جدا جدا. وده اللي هو الهايلايتر، حلو. وكمان اللي عاجبني في الهايلايتر ده ان هو مش بيبان قوي يعني، مش فاقع كده يعني، بصوا هادي قوي قوي قوي، فانت عادي لو حطيتيه بالنهار فمش هيعمل معاكي حاجه، وكمان مش هيبان اصلا يعني، فاهمين. فده بالنسبه لي كان حلو الصراحه. في كمان كذا حاجه هوريها لكم مع بعض عشان خاطر وقت الفيديو. هما فين؟ هما دول فاونديشن، وكمان كونسيلر، فانا بالنسبه لي دول حلوين جدا جدا جدا.
من لانكوم ومن من كات فون. فبصراحة حلوين، هي حبة بسيطة من هنا وهنا وبس كده الموضوع خلص. فما بتاخديش وقت يعني منه يعني. في كمان البلاشر ده من نارس، فظيع فظيع فظيع. بصوا هوريكم كده، بصوا هو مش باين بس هو خطير، شايفين؟ خطير. في كمان اللي هو البرايمر ده من مارك جيكوب، عايز اقول لكم رهيب رهيب رهيب، بيرطب حلو قوي وينفع حتى لو انت ما حطيتيش ميك اب بيرطب معاكي البشره. في كمان اللي هي الليب بالم دي من شوجر، حلوه قوي وبترطب وبتدي لون خفيف قوي قوي للناس اللي هي ما بتحبش تحط ميك اب وتحب ان هي تحط حاجه ناتشورال. وفي كمان اللي هو البرايمر ده من هوجرلس، حلو قوي قوي قوي، بس هو مشكلته ان هو ده انا بالنسبه لي يعني البامب احسن بالنسبه لي من السباتولا. بحس ان دي حلوه للليب بالم والحاجات دي، لكن مش حلوه للبرايمر، فده كان مشكلتي كانت معاه. في كمان الجلاس ده صغنون قوي قوي قوي، فحبيت احطه معاهم، فبيدي لون روعه 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 وتقيل قوي. بصوا، فانا بالنسبه لي كان حلو جدا جدا جدا. في كمان اللي هما دول كيوت قوي قوي. بصوا ده الليب لاينر اهو، درجته خطيره خطيره. اما ده ده ايه ده اي لاينر، شايفين؟ وينفع كحل على فكره يا جماعه. اما دول للحواجب، ده اللي هو من بنفيت اهو، صغنون. ده للحواجب، ده جاتني هديه برضو مش فاكره من مين. وده كمان برضو للحواجب، ده من فين؟ من انستازيا. وفي كمان اخر حاجه عشان انا طولت عليكم جدا جدا جدا، ده كمان بتاع الليب بالم، ده بيعمل بلامبر بلامب للشفايف، او معنى صح بيكبرها. فبالنسبه لي كان حلو قبل الروج، وكان حلو قبل الليب جلوس، بس بحب ان انا اسيبه حوالي دقيقتين، من دقيقتين ل5 دقايق عشان خاطر ينشف ويعمل مفعول، فكان بالنسبه لي كان حلو. في كمان اللي هو ده البرايمر ده، بحس ان هو برايمر برضو من ديور، حلو قوي بس هو خفيف جدا، فمحتاج منه كذا طبقه عشان يعمل معاكي مفعول. وكمان في اللي هم دول ده هايلايتر، وده كونسيلر، وده كمان كونسيلر من كلينيك، اما ده من باي باي. وفي كمان من ده ستيلر اللي هو بيس تينت. وفي كمان اخر حاجة اللي هو ده عبارة عن كريم تينتد كريم هايدريتنج. فحاجات كتيرة صغنونة قوي جمعتها كده على بعض. الفيديو طول قوي قوي قوي، 14 دقيقة او 13 وي، فمعلش لو طولت عليكم، بس انا حبيت ان انا اجمع الحاجات دي عشان خاطر اوريها لكم قد ايه مفيده للسفر، قد ايه حلوه 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 جدا جدا معاكي في سفريه بسيطه كده وخروجه سريعه. ف بصراحه حلوه. في حاجات دلوقتي ناس كتيره بتدور على الحاجات اللي هي الميني سايز، عشان خاطر دلوقتي الناس بتحب الشنط الصغيره بدل الشنط الكبيره، عشان متاخدش معاها مساحه وفي نفس الوقت ما تشيلش حاجه تقيله، فبتاخد اللي هي الحاجات الميني سايز. فده كان فيديو النهارده، الفيديو عدى ال14، فمعلش لو طولت عليكم، انا اسفه بعتذر جدا، بس حبيت ان انا اوريكم الحاجات دي. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.